كيلو دهنة بقى من عند الجزار وهنعمل منها حاجة مضيعين فلوسنا عليها. زي ما انتم شايفين كده هنجيب مكعب من الزبدة، معلقتين كبار من الزيت، هنشوح كده على نار عالية كيلو من الدهنة او حتى نص كيلو. اول لما الدهنة تدوب معانا تماما هنبدأ نخرجها، وهنضيف 4 معالق كبار من الدقيق هنشوحهم لحد ما ريحة الدقيق تظهر معانا، وكمان حبتين من البصل متقطعين بشكل عشوائي هنشوحهم مع 5 فصوص من الثوم، حبتين من الجزر مبشورين، حبتين من الطماطم، وكمان بقى هننزل عليهم معلقة كبيرة من الثوم البودرة، فلفل اسود، كركم، بابريكا، كزبره، بهارات لحمه وبهارات فراخ، وكمان 3 معالق كبار من الملح، وكمان هننزل عليهم بنص كوبايه من البقدونس او الكزبره، وكمان 5 كوبايات من الشوربه، اي نوع شوربه متوفر عندك. اديهم بقى كده تقليبه مع بعض وعلى نار هاديه، سيبي بقى الخليط ده كده يغلي معاكي حوالي دقيقه او دقيقتين، وبعد كده بقى اديله هرسه كده بالهاند بلندر او سيبيه يبرد معاكي شويه واضربيه في الخلاط. هتجيبي بقى صينيه هتضيفي فيها كده اي اكياس متوفره عندك، انا هنا بصراحه ضفت كيس حراري، وبعد كده ضفت الخليط وسبته بقى يبرد معايا شويه، ودخلتها بقى الفريزر كده مش اقل من 6 ساعات، وهيبقى عندك احلى مكعبات من مرقه الخضار. وعايزه اقولك صحيه جدا وطعمها لذيذ وبتدي ريحه حلوه جدا مع الشوربه. وبتمنى لو الفكره عجبتكم لايك بقى لاختكم.